بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن حشائش العائلة البقولية، الهالوك في الفول البلدي، والحمول في البرسيم أو البرسيم الحجازي. طبعا دول علاجهم ممكن بيتم بالتنقية اليدوية للحشائش، أو ممكن تعالج الحمول في البرسيم عن طريق كبريتات النحاس أو الجير الحي أو الملح الطعام أو الجاز الأبيض، أو رشه بمادة أيزوفوب 12.5% أو 15%. طيب بالنسبة للهالوك الفول البلدي أو الفول المستورد، طبعا الحشيشة المؤثرة عليه حشيشة الهالوك. الهالوك ده نبات حشائش متطفل بيتطفل على الفول البلدي. علاجه ممكن نعالجه بمادة الأيزوفوب 12.5 أو 15%، أو يعالج بمادة جليفوسات أيزو أمونيوم 75 إلى 100 سنتي على المتر على 100 لتر ماء، ونرشهم دولت للفول البلدي. ديت حشائش متطفلة على نبات الفول أو نبات البرسيم، من يعني يعتبر دي من أعداء البرسيم وأعداء الفول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.